السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، تحية طيبة من حركة الإصلاح والنهضة السودانية. طبعا الحدث اللي تم بالأمس في عطبرة وهو استهداف إفطار كتيبة البراء بن مالك. كتيبة أولياء البراء بن مالك كما يحلو إنه هم بيسموه، هو عبارة عن تجمع من المجاهدين اللي عندهم علاقة بالكتائب الجهادية في فترات سابقة، ومجموعة كبيرة من الشباب المهندسين اللي هم ديل المين في كتيبة البراء بن مالك. وهذه الكتيبة مدعومة من الحركة الإسلامية، وتم تسليحها عبر الإسلاميين في الجيش السوداني، بالذات شركة زادنا بصفقات معروفة مع إيران دفع فيها الجيش السوداني أسعار ثمن المسيرات، وتم شراء المسيرات من إيران وأوكرانيا، وتم تسليمها بالكامل إلى كتيبة البراء لتتولى سلاح المسيرات في هذه الحرب. يعني قضية المسيرات والضرب اللي بيتم على المناطق المدنية والاستهداف التم، أي استهداف تم في مناطق الحرب بواسطة المسيرات، ده كان أشرفت عليه كتيبة البراء بن مالك. وكتيبة البراء بن مالك تتخذ من عطبرة مقر وثقل بالنسبة لها، وتنتشر في عدد من الولايات وفي عدد من المعسكرات، وبدت تكون عدد من الأقسام زي قسم الاستخبارات والأسلحة الموجهة بالليزر والمدفعية والعمل الخاص وقوات الاقتحام. يعني بدأ في تنظيم عسكري شبيه ومماثل لتنظيم القوات المسلحة تمثل الكتيبة البراء بن مالك، اللي هي في نهاية المطاف هي الظهير القوي والمساند لياسر العطا الآن والكتائب الجهادية المختلفة الأخرى. عشان كده استهداف كتيبة البراء بن مالك في إفطارة في عطبرة وهو رسالة في الغالب هذه الرسالة جات من داخل القوات المسلحة نفسها، لأن القوات المسلحة ضاقت زرعا. يعني والقوات المسلحة فيها ناس وطنيين وفيها ناس سودانيين وفيها ناس عندهم غيرة على البلد، شايفين تمدد الكتائب الجهادية على حساب القوات المسلحة، وعارفين إنه والله الكتائب دي الهدف الأساسي منها في النهاية هدف سياسي، وهو العودة، تمكين الإسلاميين من العودة مرة أخرى إلى الحكم عن طريق البندقية والسلاح، وامتطاء ظهر القوات المسلحة والاستفادة منها لفترة زمنية، وبعد ذلك إعادة تشكيل القوات المسلحة ودمج الكتائب والمقاومة الشعبية وتشكيل قوة جديدة للقوات المسلحة في السودان. ده الاتجاه الماشي. عشان كده بالمناسبة في عدة ظواهر، يعني ده الهجوم ده ما أول المظاهر، في احتكاكات كثيرة جدا نحن راصدينها تمت في سلاح المدرعات، واحتكاكات في المهندسين، واحتكاكات في عدد من الولايات حول قضايا التسليح لعدد من الفرق في الولايات، أدت إلى اتهام قادات الفرق ديل إنهم هم جنجويت وإنهم تابعين للدعم السريع. وفي عديد من القادة العسكريين تم تغييرهم وتحريكهم من مناطقهم، وجزء منهم تم اعتقالهم واستجوابهم، وجزء منهم تجري مراقبته بصورة لصيقة بتهمة إنه هو منع تسليح المجاهدين أو عنده رأي في التسليح أو حتى عملية تقنين هذا الأمر. وفي صراع كبير جدا في الحكاية دي ماشي جوا هذه المعسكرات، والكلام ده معلومات معروفة، الناس معايشينها وشايفينها في المعسكرات، وعندنا تواصل وثيق مع عديد من كوادرنا الموجودين والمنتشرين اللي بيمدونا بكافة هذه المعلومات تفصيلا. إنه الآن في صراع الآن ما بين الجيش اللي هو رافض لوجود المجاهدين بهذا الشكل والكتائب الإرهابية، ووجود الإيرانيين والأجانب اللي بيتولوا التدريب لهذه الكتائب. الجيش رافض هذا الأمر باعتباره تدخل أجنبي، جزء من الجيش رافض هذا الأمر، وجزء من الجيش اللي هو المتعصب والمتشدد واللي بيتبع لياسر العطا هو ما عنده مانع في هذا الأمر. عشان كده جاء استهداف كتيبة البراء بن مالك في إفطار في عطبرة، والاستهداف ذاته رسالة للإرهابيين ديل إنه أنتم ما آمنين، وإنه والله الوطن ده عنده أبناء داخل القوات المسلحة ممكن يعني يحافظوا على هذا الوطن ويقاوموكم.
والكلام واضح اللي قالوا كباشي إنه الخطر القادم هو المقاومة الشعبية، والخطر القادم على القوات المسلحة هو المجاهدين القاعدين وموجودين داخل معسكرات القوات المسلحة وموجودين معاه في الخنادق قدام، وهم عندهم أجندة سياسية تدعو لتمكين التيار الإسلامي وعودته مرة أخرى إلى الحكم في السودان. دي القضية المين والقضية الأساسية. عشان كده بالمناسبة بيطلع إبراهيم جابر بيقول نحن تاني ما عندنا أي تفاهم مع القوى السياسية إلا نقود البلد دي للانتخابات، لأنه السؤال المنطقي إنه حيقودها للانتخابات كيف؟ بعد ما يسيطر هو كإسلامي والإسلاميين المعاو وكفي فترة انتقالية حددوها هم ويمسكوا المؤسسات كلها وأجهزة الحكم كويس. بعد ذاك لقدام ممكن بعد 10 سنة أو 15 أو 20 سنة يقول والله نحن دارين نعمل انتخابات، لأنه الآن من الواضح إنه القوى السياسية ما تحلم إنه حيكون في فترة انتقالية 2 أو حتى 4 سنوات، لأنه قضية الانتهاء من الحرب وآثار الحرب وتكوين حكومة عشان تعالج آثار الحرب والدمار اللي تم للمؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد وخلافه ده لوحده ممكن يستغرق 10 إلى 15 سنة. يعني تخطيط الإسلاميين ومجموعة كرتي تحديدا للعودة إلى السلطة يعني دي معاهم سياسيا إنه على الأقل يمسكوا البلد دي 15-20 سنة أخرى، حتى بعد ذاك ممكن يفكروا في انتخابات، باعتبار إنه أصلا أنا حسمت الحرب بشرعية البندقية وقدمت الشهداء من أولادي ومنتسبيني في الحركة، وبالتالي الحكم يعني يدان للحركة وتاني ما في زول ممكن إنه يقول حاجة يعني. والحكاية دي واضحة ولا داير 2 3. عشان كده استهداف إفطار كتيبة البراء هو عمل واضح ما داير 2 3 وتفسير واضح في إنك إنت في مدينة عطبرة ما ممكن تجي مسيرة من برا عشان نقول والله دي دخلوها مثلا الدعم السريع من برا عشان يضربوا بها. لا عطبرة دي الآن هي عبارة عن كتلة عسكرية وأمنية، هم بنفسهم قالوا فيها أكثر من 300 ألف مستنفر وفي ارتكازات وحماية أمنية وأجهزة. تدخل مسيرات من برا كيف؟ لابد إنه هذه المسيرة هي من الداخل كويس، ورسالة خاصة في بريد البراء وياسر العطا إنه والله يا أخي مهما بلغتوا من التشدد نحن قادرين إنه نضربكم، والمؤسسة العسكرية موجودة وإنها هي بيدها الإرادة الممكن تصل إلى السلام وممكن تحقق التفاوض وممكن تصلوا إلى سودان مستقر. وبالتالي السيناريوهات القادمة سيئة. يعني إحنا في حركة الإصلاح والنهضة بننظر إنه السيناريو القادم هو سيناريو سيء، سيناريو ربما يؤدي إلى صراع ظاهر وقتال آخر داخل معسكر دعاة الحرب وقطع الطريق على السلام وعرقلة السلام. وبالتالي نحن قاعدين ندعو الشعب السوداني ونقول للشعب السوداني إنه لما كنا نتحدث على الدوام من إنه المعركة دي أشعلوها الإسلاميين ومجموعة كرتي وسام عبد الله بهدف أساسي وهو العودة مرة أخرى إلى كرسي السلطة، ده كان كلام نهائي وكلام حقيقي ومن العمق نحن عارفينه ما معلومات عامة، ده كلام أساسي وكلام حقيقي إنه الحرب دي كلها والإسلاميين والكيزان الآن ناس كرتي وأسامة عبد الله ما بتهمهم الخسائر، ما بيهمهم إنه كم مواطن فقد بيته، وما بيهمهم إنه كم مؤسسة هدمت ولا مدرسة تعطلت ولا مستشفى وقفت ولا أرواح فقدت ولا دماء ولا بيوت تهدمت، دي كلها عندهم ما عندها قيمة. القيمة الأساسية عندهم العودة إلى السلطة مرة أخرى بأي طريقة. عشان كده ندعو الشعب السوداني والقوى السياسية المدنية إلى التكاتف بقوة والعمل من أجل مناهضة هذه الحرب وإيقاف هذه الحرب وعزل الإرهابيين مجموعات ياسر العطا وتخطيطات الحركة الإسلامية عبر ناس ياسر العطا وكتائب البراء والمجاهدين والمقاومة الشعبية وقطع الطريق على السلام. نحن ندعو الراشدين والعاقلين داخل القوات المسلحة وندعو البرهان وكباشي إلى الذهاب إلى طاولة التفاوض وإيقاف هذا العبث، ما دام هم عرفوا الآن إنه المعركة دي معركة سياسية والسياسيين داخلين في المعسكرات وداخلين في المقاومة الشعبية، وإنه المقاومة الشعبية هي الخطر، وإنه السلام هو لا بد منه، إنه السلام هو الحل. ندعوهم إنه إرادتهم تكون حديدية وأن يتوجهوا نحو السلام من أجل إحلال السلام في السودان. لكم التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.